أكد عزيز بنيج لاعب فريق الوداد الرياضي والمنتخب سابقا أن فريق الوداد مطالب بتصحيح أوضاعه رغم الفوز على بيترو أتلتيكو ب1-0 في دوري المجموعات. وحقق الوداد فوز غالي على ضيفه بيترو أتلتيكو بهدف سجله جبران من ركلة جزاء يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات. واستعاد الوداد اتزانه في البطولة الاحترافية عقب فوزه على الدفاع الجديدي ب1-0 ثم الفوز في الدوري أبطال إفريقيا ب1-0 كذلك. وقال بنيز في تصريح لقنوات بين سبورتس أن الوداد الرياضي لم يكن في مستوى في الشوط الثاني وترك المبادرة للخصم الذي افتقد النزاعة الهجومية أمام الفرص التي أتيحت له وكان من الممكن أن يسجل. وأضاف: أداء الوداد الرياضي لا يطمئن ولا يطمئن الجمهور، أشعر بالتوتر كما الحال بالنسبة للمشجعين. وزاد: لمسة التونسي المهدي النفطي كانت غائبة، التغييرات لم تقم أو تقدم أي إضافة، لكن لا بد ألا نحمل المدرب وحده المسؤولية، مرذفا أن اللاعبين يتحملون مسؤولية هذا الأداء، عليهم أن يؤكدوا جدارتهم لأن الكثير منهم فقد مستواه. وختم: يجب إعادة النظر في الوسط والهجوم، ولو أنني فقدت الثقة في الأساسيين فهناك من يستحق أن يحصل على الفرصة ليبرز مكانه.